يقال أن الحب أعظم ما في الوجود، لكن كل علاقة حب ولها نهاية. قبل سنوات كان النجمين شاهد كابور وكارينا كابور يعيشان قصة حب لم يترددا في إعلانها للجميع. التقى هذا الثنائي خلال تصوير فيلم فدا، والذي لعب فيه شاهد دور شاب عاشق لكارينا، لكن الذي وقع هو أن كارينا كابور هي التي أصبحت متيمة بشاهد، وتحولت الصداقة بينهما إلى حب. عبر عنه شاهد لكارينا بعدد لا يحصى من الهدايا والورود تأكيداً على حبه لكارينا التي كانت آنذاك في أوج تألقها الفني ومحاطة بالملايين من المعجبين، لكن شاهد فقط هو الذي استطاع الفوز بحبها. قصة حب شاهد وكارينا بدأت سنة 2004، ومنذ ذلك الوقت وهما وفيان لبعضهما ويساند أحدهما الآخر، رغم أن كارينا واجهت رفضاً شديداً لعلاقتها بشاهد من طرف عائلتها، إلا أن قصة حب كارينا وشاهد كانت أقوى من كل شيء، واستطاعت كارينا إقناع عائلتها، وكانت الموافقة من خلال البرنامج الشهير لكرن جوهر الذي استضاف كارينا وشاهد وأخت كارينا كابور. لكن المشاكل ظهرت من جديد عند نشر صورة فاضحة للنجمين على مواقع الإنترنت، والتي أغضبت والد كارينا، لكن شاهد وكارينا أنكر كل الإشاعات وصرح أن الصورة مفبركة بغرض التشهير بعلاقتهما، كما أكدا على أن علاقتهما مستمرة بل أصبحت أقوى من قبل. بعد العمل معا في فيلم فدا، قدم كارينا وشاهد فيلم تشوب تشوب كي و 36 شاينا تاون الذي ضم مشهدا رومانسيا ترجم حالة الحب التي يعيشها شاهد وكارينا. तो मुझे कैंडल लाइट डिनर कराना चाहते थे ना? लो, आज वो मौका आ गया। कैंडल भी है और डिनर भी। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं सोचा था। जब हम साथ हैं तो जगह की क्या बात, बस आंखें बंद कर लो, जेल भी रोमांटिक लगेगी. لكن قصة حب كارينا وشاهد انتهت مع بداية تصوير آخر فيلم لهما بعنوان جاب وميت، ورغم النجاح الباهر الذي حققه الفيلم إلا أنه كان نهاية العلاقة الغرامية لشاهد وكارينا. أواخر سنة 2007 كان شاهد وكارينا يعيشان لحظات الفراق، وفي يوم واحد تأكد الخبر بعد صورة لكارينا مع الممثل المعروف سيف علي خان. وجدت كارينا فارسها المحبوب سيف ووقعت في حبه، أما شاهد فظل وحيدا يحاول البحث عن حب جديد. اليوم كارينا متزوجة من سيف، وشاهد نجم لامع في سماء بوليوود، لكن الأكيد أن شاهد كابور ما زال يريد من حبيبته السابقة كارينا الإجابة عن سؤاله، وهو لماذا كسرت قلبه وتركته وحيدا وأصبح فجأة غريبين عن بعضهما. لا تنسوا الاشتراك في القناة.